تعرفي ايه هو مصطلح الاجهاض المهدد؟ الاجهاض المهدد ده بيعتبر نزيف مهبلي قبل بلوغ الحمل لعمر 20 اسبوع، وده بيتوقف تلقائيا لاكتمال الحمل او قد لا يتوقف لينتهي الامر بالاجهاض لا قدر الله. طب تفتكري ايه هي اسباب الاجهاض المهدد؟ من اسباب الاجهاض المهدد وجود انسجه داخل الرحم زي التليفات، مشاكل بموقع المشيمه او الرحم او طريقه اتصالها بالرحم، اصابه الجنين بمشاكل صحيه، تناول الادويه الممنوعه اثناء الحمل، كحوليات، اصابه الحامل بالتهابات، تعرض الحامل لحادثه زي مثلا الوقوع. الاعراض بتاعته تنقيط ونزيف مهبلي، الام وشد في البطن وتشنجات في البطن، والم منطقه اسفل الظهر. تشخيصه بيكون بفحص الحوض عشان نشوف حجم الرحم واتساع عنق الرحم، برضه بنعمل فحص بالسونار عشان نشوف الجنين. علاجه بيتم شويه حاجات كده انت هتعمليها بقول لك عليها، وكمان باجراءات طبيه بتتعمل. الاجراءات المنزليه بتكون الراحه والاستلقاء في السرير، ومفيش اي علاقه هنوقفها خالص، ومفيش اي تناول اي كحوليات او مشروبات غنيه بالكافيين، دي هنوقفها تمام. تاني حاجه الاجراءات الطبيه اللي بتكون في شكل الادويه اللي هنوصفها لك طبيب لوقف النزيف ووقف الطلق. امتى يكون في نقوص خطر ولازم تلجئي للطبيب فورا؟ ده لما يكون في نزيف مهبلي والم مستمر لفتره اكتر من 3 ايام، والنزيف ده بيكون غزير ومؤثر على صحتك، عمل دوره ودوخ او ضعف عام لحد الاغماء، خروج انسجه من الرحم وده بيكون لونها وردي او رمادي، الم في اسفل البطن بيزداد مع الوقت، صعوبات التنفس وتسارع نبض القلب بشكل كبير. المهم في كل ده لازم تتابعي على الفور وما تهمليش، لان ممكن الموضوع يعدي عادي وحملك يكمل بسلام والبيبي بتاعنا يشرف بالسلام.